طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين النهارده كده احنا دلوقتي بنعمل اجواء على السطح، وكلنا عارفين ان الجو ساقع جدا، الجو ساقع جدا، والواحد كمان زي ما انتم شايفين كده الهواء، يعني الهواء شديد، واحنا عايزين دلوقتي نولع ونعيش اجواء بقى الساقعه والكلام ده، ونعمل طبعا شاي على النار والحاجات اللي هي الحلوه دي. فتابعونا وان شاء الله نعمل جوله كويسه جدا واحنا معاكم كده على السطح، وفي الاخر طبعا يعني هنعمل اجواء حلوه، عايزينكم تعيشوها معانا مع بعض كده، ويا رب الفيديو يعجبكم. يلا بينا. طبعا يا جماعه ادي المنقد، هات شجره بتاع الشجره ده عشان نعمل الولع. نقضي بقى اجواء 100 100. خطوا لايك. كريم يا جماعه بيقول لكم اضغطوا لايك، ما تنسوش اللايك. تعالى ناخد. تعرف تجيب لي ورق؟ اي ورق؟ هات الورق اللي عندك كده. ورق فل. فل. أبوس تعال. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين يبقى احلى جو، بقى احلى جو. هات الكراسه اللي عندك ده كده.
هنا بقى احلى جو بقى.
طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، ادي الاجواء وادي الجو ساقع جدا، جو برد. عشان كده احنا طلعنا على السطح عشان نعمل كوبايه شاي على المنقل، يعني حاجه من الحاجات الجميله اللي بص اللي الواحد بيتمناها في لحظه البرد دي. فطبعا كوبايه الشاي دي اللي احنا بنعملها زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، جبنا قلاويح، وطبعا ولعت طبعا فيها. طبعا الخشب ولعنا فيها يا جماعه، وقلنا ايه يعني نعمل منقد حلو كده عشان ناخده وننزله تحت واحنا بنفطر، وبعد كده ايه نعمل كوبايه شاي يعني كويسه على النار كده، بتبقى طعمها ملهاش حل. كلنا طبعا عارفين كوبايه الشاي دي بتبقى ملهاش حل. فتابعونا بقى، بصراحه هنعمل اجواء جامده جدا يعني. بصراحه جو الشتاء ده مش عايز غير دفء، الجو اليومين دول صعب يعني. شوفوا يا جماعه منظر الحمامه، منظر الحمامه يا جماعه. شوفوا واقفه في البرد خلاص، بردانه مش عارفه تعمل ايه، مش عارفه تروح فين ولا تيجي منين. اهو دي الاجواء بتاعتنا. طبعا يا جماعه الولعه ولعت اهي، مستنيين بقى لحد ما النار تطيب وتهدى، وبعد كده نجيب الشاي بقى ونفطر، ونقعد بقى ايه، نقعد قعدة العرب الجميلة بقى اللي احنا ايه اللي اي حد بيحبها دي. ما تنسوش بقى دعمونا بلايك في الفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.
طبعا يا جماعة الولعة طابت اهي بقى، ناخدها وننزلها تحت بقى عشان نعمل ايه؟ كوباية الشاي المتينة مع الفطار الحلو. تابعونا بقى نعمل أجواء كويسة. طبعا احنا كنا عايزين نطلع ونعمل الأجواء دي على السطح، بس احنا طبعا من المطرة طبعا أو من الشتاء الحتة تمطر، الجو ساقع زي ما احنا شايفين، الجو مش حلو مش مساعد. كانت الشمس طبعا كنا طلعنا وعملنا أجواء حلوة في الشمس، لكن هنعمل لكم فيديو تاني إن شاء الله بإذن الله في الشمس، وهيبقى جو مية مية. ناخد بقى الولعة خلاص خلصت اهي، ننزل بقى تحت بقى، يلا بينا بقى. كوباية الشاي الحلوة، خليكم معايا. هنملى مية من الكولدير. نعمل شوية مية حلوين بقى ايه، عشان بصراحة الواحد بيحب يشرب الشاي ده مية مية. يا سلام، ما تقوليش بقى بعد كوباية الشاي دي، ما تقوليش بس عايزين البراد يثبت. أحلى جو. عمو هات الماسك من جوه يا عمو، اديله ايه الماسك اللي بنمسك بقى عشان اظبط البيت بتاعه في الولع. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده نظبط الولعة. الحاجات طبعا اللي بتدخن دي عشان ايه، نحطها في التراب عشان تمنع الدخان. طبعا هي لسه حتة اهي برضك مستوتش فبتدخن، فعايزين طبعا ايه نحط عليها تراب. تمام كده، كده مفيش دخانة طالعة والدنيا كده رايقة والجو مية مية. وادي الفطار بتاعنا جاهز، وادي الفطار بتاعنا يا جماعة. يعني حاجة خفيفة كده بس حاجة مية مية، بسم الله ما شاء الله. طبعا اتفضلوا معانا بقى كده ايه، كوباية الشاي الحلوة كده. تمام. طبعا يا جماعه نسينا اهم حاجه، لازم تحط الشاي تلقمه في البراد عشان يديك الطعم اللي مية مية. ما ينفعش معاه الشاي اللي هو على ميه بيضاء، فلازم نحط الشاي في البراد، ودي اهم حاجه احنا نسينا نعملها. طبعا هنلقم الشاي في البراد على طول كده بقى، يديك طعم 10/10. لا مش، هات العيش. كده بقى الواحد متدفي ومزاجه مية مية. كده بقى ايه، ياكل ومزاجه حلو بقى. عايش. ده ماشي. عسل بطحينة، قشطة، فول،
ملوخية، بطاطس، زيتون، طماطم، برنجان. أجمل حاجة، أحسن من اللحمة والكلام ده كله. أهي. يا حلوة. الشاي بدأ يسخن يا جماعة، أحلى كوباية شاي. لما نضغط لايك، لما نضغط لايك. هو أكل؟ ماشي. احلى حاجه بقى يا جماعه الجو اللي احنا عايشينه ده. جو اكتر من رائع. ده بص طبعا يا جماعه الشاي غالي. نجيب طبعا العده. هات الخضار ده.
شوفوا بقى الجمال والحلاوة. سلام. هاي يا استاذ عمر. ملهاش حل. قول له رايك فاكر يا عمر؟ ايه رايك في الشاي؟ عشان أطلع سودتش؟ طبعا يا جماعه عشان تعمل الشاي كويس لازم تجيبه تلقمه في البراد وتولع الولعه وتخليها تهدى، وبعد كده تحط الشاي في البراد وتسيبه بقى لحد ما يعمل مع نفسه بقى. الحاجه بقى اللي من الطبيعه دي، الولعه بتاعت ربنا اللي من الطبيعه دي يا جماعه، ولا تقول غاز ولا تقول الكلام ده كله. ليه بقى؟ يعني كنا عارفين ان عملت عليها شاي بيطلع طعمه حلو، ان عملت عليها محشي بيطلع طعمه حلو، ان عملت عليها رز بيطلع طعمه حلو. عشان كده دايما تلاقي الفراخ المشويه اللي بيشوها على الفحم اللي على النار الطبيعي طبعا بتلاقيها اجمل بكتير من النار اللي هي البوتاجازات والغاز والكلام الفارغ ده كله. فطبعا نار ربنا اللي هي الطبيعيه ديت مفيش احلى منها، مفيش احلى منها. وزي ما ربنا بيقول لنا ايه اللي هو يعني جعل من الشجر الاخضر نار عشان نستخدمها في حياتنا. بصراحه دي معجزه من معجزات ربنا. ودي طبعا اصله كان شجر اخضر، يعني اللي احنا مولعينه ده كان شجر اخضر، وسبحان الله شوف ربنا بيحوله لنار بنستخدمها للحاجه اللي احنا عايزينها. بسم الله ما شاء الله سبحان الله. يعني متنسوش بقى دعمنا بلايك الفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ما تدوق يا ابني وقول لي رايك. خسرت؟ كمان ممكن ماشي. أما عشان اشيل عليك ضربات جزاء تحداني. امرنك ولا لا؟ ماشي يا عم. حد عمر يا جماعه واشيل عليه ضربات جزاء ونلعب ضربات جزاء نشوف بيصد كويس هيبقى حارس له مستقبل يعني هيعجبكم. خلص الشاي بتاعك الاول يلا عشان نلعب. طبعا يا جماعه خلصنا طبعا قعدنا وعملنا الشاي بتاعنا وشفت الاجواء اللي احنا عملناها دلوقتي. قلنا بقى نخرج ونروح يعني نبص على الارض كده وتعيشوا معانا الاجواء تشوفوا معانا الارض. طبعا زي ما انتم شايفين الجو يعني برد جدا، بيمطر طبعا مطر خفيف لسه شكله عايز يقلبها يعني بجد كده. اضغطوا لايك. وهذا عمر معايا الارض بص عليها بصه حلوه كده عشان تعيشوا معانا ايه اجواء ايه اجواء ساعه. طبعا يا جماعه منظر تحفه منظر جميل.
الحاجات دي بصراحة حاجة جميلة جدا، يعني حاجة تريح الأعصاب. نعيش بقى معانا الأجواء دي يا جماعة، أجواء غاية من الجمال، غاية من الجمال. طبعا ادي واحد زارع ارض يا جماعه اهي، كرنب على توم على بصل على فول، يعني منوع حته كده منه للاستخدام المنزلي، يعني مش للبياع والكلام ده. لا دي غلة، دي غلة. مفيش رز في الشتاء، الرز في الصيف، في اول الصيف في الربيع. ماشي، ما الغلة هتتشال وبعد كده الرز اللي هيتزرع بعدين. اما الغلة دي تتشال تستوي وتتضم بعد كده ايه. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين هنا الغله اللي هنا اللي على الاطراف دي طالعه ضعيفه، يعني عايزه تتعالج، طالعه ضعيفه. وبعدين كمان اهو فيها مشكله اهي، الغله اللي على الاطراف دي فيها مشكله كمان، يعني شكل الطيور بتاكل منها، يعني الحمام او العصافير بياكلوا منها. طبعا حتى صاحب الارض عامل خيال مآتة هنا اهوت، لان فعلا شكل كده الطيور والعصافير هي اللي مأثرة على الجنب بتاع الارض من هنا، محروقة خالص زي ما احنا شايفين. طبعا هنا دي كلها بسبب الطيور او اي حاجة بتعدي بتاكل من الارض فمبوظاها، انما الارض من جوه بسم الله ما شاء الله كويسة، مفيش فيها اي مشكلة. طبعا عمر يا جماعة احنا هنعدي من ايه، قعدت انا من هنا من على الماسورة دي، وعمر وكريمة يروحوا يتدوروا. عايزين تعملوا سباق؟ بس عشان محدش يقع. طبعا عايزين يعملوا سباق لحد ما يتدوروا يا جماعة، 1 2 3 نشوف مين اللي هيتدور. طبعا عمر يا جماعة عشان لابس شبشب مش هيعرف يجري، عشان ما نظلموش برضك. عمر لابس شبشب بيزحلق في رجليه، انما كريم لابس كاوتش. انما عمر لو لابس كاوتش يعني هيبقى سريع. عدنا من هنا بقى يا جماعة، المسألة دي الزحلق ولا حاجة يمكن تمام. طبعا ادي الفول اهو يا جماعة، المنظر بقى الجو الرائع. طبعا الجنينة دي يا جماعة زي ما احنا شايفين، الجنينة دي كانت مليانة خيرات الله، بس شكل صاحب الجنينة قطع منها شجرتين. طبعا فيها برتقال، فيها برتقال زي ما احنا شايفين، فيها برتقال اهو، وفيها ليمون، وفيها زيتون. كزبرة فيها حاجات، فيها خضار برضك من جوه، فيها برضك فيها خضار من جوه، فيها كزبرة برضك من جوه. شوفوا يا جماعة البرتقال مرمي فين، البرتقال اهو مستوي بس بايظ. طبعا يا جماعة دي الأرض اللي جنبها دي الأرض بتاعتنا احنا، دي الأرض بتاعتنا. متنسوش بقى دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة. يا جماعة طبعا دي أرض يا جماعة، أرض البصل. أجواء في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة. طبعا ده يا جماعة السماد البلدي، لما بنيجي نحرث الأرض اللي هو بتاع المواشي، لما بنيجي نحرث الأرض بعد ما الزرعة بتتشال بنحرث الأرض ونفرك منها، يعني بنفرده على الأرض، وبعد كده بنحرث الأرض في بعضها عشان الأرض تتخصب. وبصراحة ده يا جماعة يعني بيفيد يعني ده يعني بيقلل عنك نسبة الكيماوي، يعني بدل لما تبقى الأرض معاك مش كويسة وتحتاج كيماوي كتير، فده طبعا بيخصب الأرض معاك. لما بتيجي مثلا تفرده على الأرض وتفركه في بعضه بيخلي الأرض خصبة وتغنيك عن الكيماوي، يعني بدل لما تحط مثلا على الزرعة مثلا 5 شكاير، لا ممكن تحط شكارتين، ده بيوفر معاك كتير جدا.
طبعا في ناس كتيره بترميه وما بتستخدموش، لكن انا بنصح ناس كتيره كلها عندها مواشي تحافظ عليه وتستخدمه، لانه هيوفر عليها كتير جدا في الكيماوي. في الكيماوي طبعا، يعني ده بيبقى فوائده كتير جدا، يعني فوائده حلوه. طبعا زي ما احنا شايفين هنا الارض بتاعتنا يا جماعه، ارض البصل دي جنبنا طبعا الجار زارع غله، لكن طبعا لسه بدأت تطلع اهي، بس شكل المحصول بتاعه ضعيف برضه زي ما احنا شايفين. يعني مش الفلاح الشاطر يا جماعه بيبان من عنوانه، الفلاح الشاطر بيبان من عنوانه، الزرعه بتاعته بتبان على طول. يعني الفلاح الشاطر تلاقي الزرعه بتاعته بتبان على طول. يعني انت لو جيت تبص على الارض دي جنب الارض دي، هتبص هتلاقي في فرق كبير جدا زي ما احنا شايفين. الارض دي بسم الله ما شاء الله عليها، يعني الارض اللي قدام مننا دي عكس الارض دي. الارض ديت يعني بص تحس انها مأهملة كتير. تعالوا بينا بقى ننزل الارض كده ناخد جولة. ادي يا جماعة البصل بتاعنا بسم الله ما شاء الله. يعني طبعا اي واحد اي فلاح لما بيجي يشتغل في الارض ويزرع الارض، يعني خير كبير جدا. يعني لما بيشوف المنظر كده والارض بتاعته بتكبر تبقى خير كبير جدا. بس لما بقى بس يعني اي فلاح عايز ربنا يراضيه ويكافئه ما يهملش الارض، ما يهملش الارض. يعني مثلا ممكن تكون زرعه زي اللي قدام مننا ده تحس انها متأهملة، فيها حشيش كتير، فيها عايزه تتنضف، صاحبها طبعا سابها لحد ما طبعا الحشيش كل الزرع كله. انما هنا زي ما احنا شايفين الارض تحافظ عليها وترعاها وتديلها كل الحاجه اللازمه بتاعتها، ربنا هيكرمك وهيرضيك طبعا. يعني ربنا هيكرمك وهيرضيك. وتحافظ طبعا على المواعيد بتاعتك، مواعيد الري، مواعيد الرش. ان شفت في الارض اي مشكله اي حاجه حاول تعالجها بسرعه، ما تكسلش وتطنش، لان ده كله طبعا يعني ممكن غلطه واحده بس ممكن تخلي المحصول كله يعني تخسره. المحصول دلوقتي بيكلف، المحصول دلوقتي بيكلف. يعني انت دلوقتي بتكلف زرعه بقد كده، فعشان تخسر زرعتك فحرام. يعني حرام. لازم يا اما تشتغل في الحاجه وتكلفها صح، يا اما ما تعملهاش من البدايه، يا اما ما تعملهاش من البدايه واجرها لحد غيرك وخليه يستفاد منها، واجرها لحد غيرك وخليه يستفاد منها. طبعا زي ما احنا شايفينها يا جماعه، قبل كل ريه بنعزق الارض. زي ما احنا شايفين الارض معزوقه يا جماعه وجاهزه طبعا عشان الري. الارض دلوقتي هنرويها، عزقناها زي ما احنا شايفين. يعني احنا عزقناها، نضفنا قلبية الخط زي ما انتم شايفين، معزوقه ومتنضفه وجاهزه دلوقتي مستنيين الميه لما تيجي. لان قالوا لنا اللي فيه يعني في عطل كده في المكنه، لما تتصلح ان شاء الله والميه تيجي هنروي الارض على طول، لانها هي دلوقتي جاهزه ومحتاجه تشرب، محتاجه تشرب. طبعا ادي المحصول بتاعنا يا جماعه بسم الله ما شاء الله. البصله زرقاء، البصله كويسه، البصله حلوه مفيش فيها اي مشاكل. دي طبعا لازم تكون يعني ايه مستخدمها صح. انما طبعا لو انتوا شايفين مثلا اي بصل تحس اللي هو نايم او متكسر او الكلام ده زي ما انتوا شايفين في الصوره كده، لا هو طبعا البصل ده كله هيقف تاني. ده كله بسبب احنا كنا بنحرث الارض بالحمار، بالمحرات اللي هو اليدوي. فطبعا عشان كده ايه كان هو اللي معصر في الارض شويه، لكن في المجمل الزرع بسم الله ما شاء الله كل ده بيقف تاني. طبعا هنا زي ما احنا شايفين ادي مثلا زرعة الجار قدام مننا دي، يعني في تحس البصل مطرطف كتير، تحس ان البصل بيطرطف كتير. وبدأت الزرعة زي ما احنا شايفين كده الزرعة متأثرة، تحس ان اهو. ده طبعا غلط، ما ينفعش اللي احنا نسكت عليه. ده طبعا عشان نزرع الزرعة دي ما ينفعش، لا ده قش، ما ينفعش ان احنا نسكت عليه، لازم على طول نشوف علاج له. وعشان طبعا لو فضل بالطريقه دي هو اللي مأثر على البصله، بيخلي حتى الزرعه ضعيفه، تحس ان الزرعه ضعيفه. لو جيت تبص هنا تلاقي الزرعه هنا بسم الله ما شاء الله يعني مرعيه كويس، وجيت تبص هنا هتلاقي الزرعه هنا
ضعيفة، فلازم طبعا الحاجات ديت مفيش فيها إهمال. الحاجات اللي زي دي مفيش فيها إهمال، عشان كده أنا بقول أي حد هيزرع زرعة لازما يعني بص يخدمها كويس، يخدمها كويس، ما يطنش على الزرعة بتاعته. لازما يخدم زرعته كويس زي ابنك كده، ما بترعاه وتكبره ويطلع حاجة كويسة. هتأهمل فيه هتبص هتلاقي يطلع حاجة بايظة ومش هيبقى كويس. طبعا دي الجنينة يا جماعة بتاعت الجار اللي جنبنا، زي ما احنا شايفين فيها شجر مانجا، وفيها ليمون. هوريكم برضك افرجكم برضك على كل حاجة معايا هنا. دي شجرة ليمون يا جماعة، حتى فيها ليمونة هناك اهي لو باينة في الصورة. وده طبعا يا جماعة برتقال، ده برتقال بس شكله يا جماعة برتقال. لا ده مش حلو، تلاقيه في دود. شكله يا جماعة البرتقال ده يعني اتصاب بأمراض، عشان كده واقع في الأرض زي ما احنا شايفين. ليه جاله إصابة من لعب كورونا؟ والدود طبعا أكيد يعني اتصاب بالدود. ولو جبت أي برتقالة من دي وفتحتها تلاقي فيها دود من جوه. طبعا دي شجرة ليمون يا جماعة طبعا، وشجرة ليمون اهي، عود الليمون اهو. طبعا هو برضك يعني صاحب الارض ده عاملها كده للاستخدام المنزلي برضك، يعني حب ليمون ماشي ياخد، حب برتقال ياخد. فيها تين برضك لو حب ياخد تين، فيها تين جوه لو حب اهي الشجرة اللي قدام مننا دي شجرة تين، بس في موسم بقى ما بيطلع التين بتطلع ورق بتاعها وتطلع. اه اللي مغطوة دي اللي مفيش فيها ورق دي شجرة تين. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده، يعني دي حاجة بسم الله ما شاء الله. الأرض دي يا جماعة خير، كل واحد يعني بيبقى عايز، يعني ده مخصص حتة من الأرض كده وعاملها كده للاستخدام المنزلي. عايز ليمون زي ما احنا شايفين الليمون اهو، بسم الله ما شاء الله قدام مننا اهو، واحدة اهو بابا الليمون اهو بين العيلة اهي. اياك تاخد طبعا لا عليك هنحتاج ليمون بياخد، محتاج برتقال لو هو مثلا مراعي الزرعة بتاعته كويس ما يسيبهاش تتصاب بأي أمراض بياخد، محتاج تين بياخد، مانجا بياخد، وفيها جوافة برضك، ويعني بسم الله ما شاء الله. وكرومب زي ما احنا شايفين ده بسم الله ما شاء الله. دي جنينة يعني بص حاجة جميلة جدا، حاجة جميلة جدا اهو. فيها خاصة اهو يا جماعة، خضار طبعا لو حب ياخد، فيها طبعا شبت وبقدونس اللي هو كزبرة وشبت زي ما احنا بنقول، كل حاجة. حب يعمل محشي كرنب موجود، وكزبرة موجودة، وكل حاجة ايه موجودة. بصراحة يعني حاجة ربنا يبارك له والله، يعني حاجة جميلة كده لو انت تقعد كده لما الحاجات دي تيجي مواسمها وتطلع، وتيجي تقعد في قلب الجنينة كده تلاقي الخيرات بتاعتها في موسم الربيع أو في الصيف، تلاقي الزراعات اللي بتطلع في الصيف. احنا طبعا عارفين اللي في الشتاء بيطلع طبعا الحمضيات اللي هي البرتقال والليمون، إنما طبعا في الصيف بيطلع بقى الجوافة، بيطلع المانجا، بيطلع التين. حاجات كتير، حاجات كتيرة جدا بتطلع وبتبقى كويسة، يعني حاجات كتيرة جدا بتطلع وبتبقى كويسة. بصراحة المنظر أكتر من رائع يا جماعة، المنظر أكتر من رائع. طبعا الجولة دي جميلة جدا يا جماعة، لما تحب طبعا يعني إيه، عندك هموم وعندك مشاكل، مخنوق من البيت، تخرج تمشي في وسط الزرع كده، تحس إن الزرع بيكلمك وبتكلمه. تبص للزرع كده تعرف هي عايزة إيه، يعني تحس الزرع كده، يعني مثلا زي الأرض اللي قدام مننا دي كده، تبص للزرع تحس إن الزرعة تعبانة، الزرعة بتحس إنها بتشتكي لك، يعني عايزة تتعالج، عايزة دواء، عايزة دواء. إنما مثلا لما تكون الزرعة مصحصحة والزرعة كويسة تحس إنها مبسوطة وفرحانة كده، تلاقي صاحبها مبسوط بيها وفرحان. دي أجمل حاجة في الأراضي، دي أجمل حاجة في الأراضي. الجو جميل جدا، الجو ساحر، الهواء نضيف، مفيش مشاكل، حاسس بالهدوء. طبعا في الصيف طبعا بنيجي بقى هنا ونشوف أي شجرة من الأشجار دي، تيجي بقى بتلاقي الجو هنا طراوة، الجو هوا، بتيجي نقعد شوية مزاجنا بيبقى حلو كده، بتبقى قعدة جميلة بصراحة، قعدة بتبقى جميلة. هاخدكم بقى دلوقتي ونروح بقى أوريكم الترعة اللي احنا بنروي منها، يعني المية بتجيلنا من الأرض دي من أنهي ناحية، عشان تبقى انتوا يعني شفتوا معانا كل حاجة وعشتوا معانا الأجواء لحظة بلحظة. تعالوا بينا مع بعض نروح لها ونتكلم مع بعض ونشاهد الأجواء الجميلة اللي في الأرض.
الزرعة هتديلك، هتأهمل الزرعة مش هتاخد من وراها غير التعب بس. يعني انت هتتعب وتشقى وتيجي في الاخر هتلاقي نفسك ما خدتش حاجة، يعني ما جبتش حاجة منها. انما لما تشتغل وتتعب ربنا يكرمك في الاخر. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. مش معقول انت هتراعي ربنا في الحاجة وربنا يعني مش هيكرمك فيها. ربنا ان شاء الله باذن الله هيكرمك فيها، يعني بص، اضعاف 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 مضاعفة ان شاء الله باذن الله. يعني طبعا دي مثلا يعني مش عارف، يعني في هنا اهمال. يعني في الناس دلوقتي قاعدة بتكسل، بتزرع الزرع، تبذر البذير ويلا ويطنشوا يطنشوا، ما يبصوش للزرع بقى. لكل ما تيجي تتروي يروح يروي وتنته مروح، ما يبصش يشوف الارض عايزه ايه، محتاجه منه ايه. لا يهملها ويسيبها. لا، انت كل يوم لازم تيجي تتمشى في الارض بتاعتك، لازم تيجي تتمشى في الارض بتاعتك، تعرف الارض بتاعتك دي عايزه ايه، محتاجه ايه. ما تسيبهاش كده، ما تسيبش زرعتك كده. طبعا يا جماعه احنا ماشيين دلوقتي، المايه طبعا بتجيلنا من الطريق ده، من الجرايه الصغيره دي. وهنروح طبعا دلوقتي للترعه الكبيره، هتشوفوا معانا الاجواء اول باول. اجواء روعه يا جماعه، اجواء روعه، جو شتوي ساحر. طبعا ارض فول اهي، من اجمل الزراعات بصراحه اللي الواحد بيحبها ارض الفول. زرعه الفول، زرعه الفول يا جماعه، يعني بصوا، بتمشي جنبها كده الورد اللي بيطلع منها تحس ان هو بريحه الفل. الورد اللي بيطلع من الفول بتحس ان هو بريحه الفل، بيدي جو حلو ويدي ريحه كويسه للجو. تبقى ماشي كده، يعني بص، الجو بالنسبه لك بيبقى جو منعش، جو حلو، ريحه كويسه، ريحه كويسه. طبعا دي غله يا جماعه، دي غله، دي زرع الغله. تابعوا معانا الاجواء اول باول. بصراحه اجواء اكتر من رائعه، اجواء اكتر من رائعه. ما تنسوش بقى دعمنا بلايك الفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة. لا مش مع السلامه، لسه مستمرين معاكم. ما لسه هيشوفوا الميه جايه منين، هيشوفوا الميه بتاعت اللي احنا بنروي منها يا جماعه. المنظر منظر جميل جدا، المنظر زي ما احنا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. شوفوا يا جماعه، شوفوا منظر الطبيعه بقى ومنظر السماء بقى هنا، منظر ساحر ومنظر روعه. مفيش احسن من كده صراحه، مفيش احلى ولا اجمل من كده. يا جماعه منظر الطبيعه بسم الله ما شاء الله. يعني شوفي السماء والسحاب، في غيوم، بس الجو بصوا، جو يشتي جو. لا دي طياره ماشيه، دي طياره ماشيه، طياره. الجو جميل جدا، جو ساحر، مفيش اجمل من كده. طبعا الجو بيمطر يا جماعه علينا. منظر جميل، ماشيه كده بص، يعني تنسى عندك هموم، عندك مشاكل، اخرج من البيت، اتمشى شويه، اتمشى في اراضي، اتمشى في اي حته، جدد المود بتاعك، جدد الهواء بتاعك. ودي طبعا حلاوه الارياف طبعا، يعني الارياف جميله جدا، ده حلاوتها، حلاوتها في الطبيعه اللي حواليك، الجمال اللي حواليك، والخير اللي حواليك. طبعا يا جماعه دي المكنه اللي بناخد منها الميه، دي المكنه اللي بناخد منها الميه، دي المكنه اللي بناخد منها الميه بنسميها طبعا الشق. الميه طبعا بتخش من هنا وتطلع لنا من هنا وتروح بقى لحد الارض بتاعتنا يا جماعه. وده طبعا المكنه الموتور اللي بيدورها في الاوضه دي. وادي طبعا الترعه اللي بتاخد منها الميه، الترعه شايفين المنظر بالشكل منظر هنا برضه، منظر ساحر. عامل ازاي؟ منظر ساحر.
جميل جدا، بس يعني هو في خطورة يعني بالنسبة للأطفال والكلام ده، لأن بصراحة يعني لو حد وقع، طفل وقع ولا حاجة فعشان كده. وبعدين بتبقى فيها عمق بصراحة يعني، فطبعا كمان بتزحلق مشكلة يعني. يعني ممكن حوالين منها في المدن ولا الكلام ده مثلا سور ولا أي حاجة حماية للأطفال. طبعا ما ينفعش أي حد من البلد يعني أطفال تلعب بعيد ولا الكلام ده. طبعا انما هنا مع العيال فطبعا واحد واخد باله منهم، انما عشان تسيب ابنك لوحدهم فطبعا بيبقى خطوره كبيره جدا. لان بصراحه الموقف ده حصل مع اخويا مره، كان ماشي كده وتلاقي عيل الزحلق وقع، فجابه بصراحه، نزل في الترعه، كانت الترعه مليانه ميه، فنزل جابه بصراحه. وساعتها يعني كان يوم يعني بصراحه، ولكن وعانى صعوبه كبيره جدا لان مفيش اماكن اصلا انك تطلع منها. مفيش مكان انك تطلع من الترعه دي لانها بتزحلق. البتاعه دي بتزحلق يا جماعه، نازله بانحدار كبير جدا زي ما احنا شايفين كده، وتيجي تطلع بتتزحلق. خلونا بقى نمشي في الاجواء الجميله دي ونعمل عوده بقى من الناحيه دي. طبعا يا جماعه منظر جميل. شوفوا هنا بقى يا جماعه، هنا الهواء نيم زرعه الغله زي ما احنا شايفين، لان الزرعه بسم الله ما شاء الله يعني مطلعه الحبوب بتاعتها تقيله، فالهواء نيمها زي ما احنا شايفين كده. طبعا لما الغله بتنام صاحب الغله بيعاني كتير لما يجي يضمها، لان الاوتومبيل الضم لما بيجي ينزل الارض وتلاقي فيها طبعا مش مظبوطه مش واقفه، فبيعاني فيها بيضطر ان هو يضم له المناطق النايمه دي على ايديه، وطبعا دي بتبقى مشكله كبيره. هنا طبعا على الترعه بتاعتنا هنا يا جماعه طريق. طبعا بصراحه يا جماعه الترعه ديت يعني بصوا نظفت المكان ده، لان المكان ده هو قبل اللي انا ماشي عليه، الطريق اللي انا ماشي عليه ده قبل ما يتعمل بتاع التبطين ده بصراحه ما كانش في طريق هنا. الطريق ده كان متاكل يا جماعه، الطريق ده كان متاكل بصراحه، وكمان يعني ما كانش بيتمشي عليه، ما كانش المفروض كده. كان كل شويه الكراكه بتيجي تطهر الترعه وكانت تقفل الطريق ده، كان الطريق التاني بس هو اللي شغال، كانت تقفل ده وتطهر على الجنب ده. فطبعا ده كان عباره عن اكوام من الطين، ما كانش حد يعرف يمشي عليه. انما دلوقتي تقدر انك الطريق بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين، طريق واسع، طريق عريض، وكمان كان بيربي يعني زواحف وتعابين وكلام من ده، لان كنا بنيجي نصطاد هنا، وكان بيطلع تعبان كبير كان في المزرعه اللي قدام مننا ده، وكان في شجره هنا على الترعه يعني كان بيطلع منها، وكان ساكن في قلب الشجره او ساكن تحت الشجره. المهم كان بيطلع يخش على في المزرعه دي ياكل الفراخ، وهي كتاكيت صغيره ياكل منها. المزرعه اللي جايه اللي قدام مننا دي كان بياكل منها، كان تعبان فحل طبعا. فلما شفناه فالكل طبعا يعني بص يعني خاف منه، انها حيه كبيره او حاجه من اللي هي زي الاناكوندا والكلام من ده. لكن طبعا لما الترعه اتطهرت زي ما احنا شايفين كده، فاستحاله طبعا حاجه بقى تقدر تقعد هنا، استحاله، ما ينفع، مفيش حاجه هتقدر تقعد هنا. منظر حلو، منظر جميل، نظافه، منظر جميل جدا. تقعد تصطاد بقى لو انت عايز تصطاد بقى، تصطاد في نظافه، تقعد في نظافه. المكان الجو رائع. طبعا الطريق رجع لحقه تاني. كان طبعا المزارعين كانوا يجاروا على الطريق وخدوا من الطريق. شوفوا يا جماعه يعني كان الطريق المفروض كان اخر الطريق كان لحد هنا كده، بصوا لحد ما انا واقف هنا كده يا جماعه، ده كده كان اخر الطريق. وده كل ده كان بياخدوه في الارض الزراعيه اهو، حته كل ده كان بيتاخد في الارض الزراعيه، انما لحد هنا يعني شوفوا من اول الطوب ده كده، الطوب ده كده كان اخر الطريق، والباقي ده كله كان في قلب الارض. كان بطول الطريق بقى كان كل اصحاب الارض دول واخدين الطريق، فما كنتش هتعرف تعدي.
كان الطريق عبارة عن جبل بس، يعني الطريق كان عبارة عن جبل بس. انما دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني حاجة في منتهى الجمال وحاجة في منتهى الروعة. طبعا يا جماعة دي مزرعة الفراخ اللي انا بكلمكم عليها، وكان قبلها هنا كده في شجرة. طبعا المزرعة دي يا جماعة يعني لو اتزالت واتشالت، لان طبعا هي اهي شوفوا، يعني لاحظوا كده المزرعة داخلة في الطريق. المفروض صاحب المزرعة ده يرجع ورا، الأراضي، لأن هو كده واخد من الطريق. كل الأراضي بقى كانت نفس النظام ده كده، كانت طالعة قبل المزرعة دي واخدة المناطق دي كلها. كان الطريق ده مقفول طبعا، ده كله كان استغلال. إنما طبعا هنا هم يعني زي ما احنا شايفين شالوا الكلام ده كله، رجعوا الأرض تاني زي ما كانت وخدوا الطريق حقه تاني. وطبعا المزرعة ديت لو جت في يوم من الأيام طبعا واتشالت، فطبعا هيرجع زيه زي اللي وراه. لو اتشالت المزرعة زي ما احنا شايفين هيرجع زيه زي اللي وراه. لكن بصراحة نظافة يا جماعة اهو. كان كانت الشجرة هنا كده، والتعبان كان يطلع من هنا يخش ياكل الفراخ من هنا. كل كان بيخاف منه، محدش كان عارف يمسكه بصراحة، لأنه كان منظره مرعب. طبعا زي ما احنا شايفين المزرعة مقفولة، ما تعرفش صاحبها فيها حد ولا لا، لكن مقفولة. وادي المنظر يا جماعة، المنظر أكتر من روعة. يا رب تكونوا بس استمتعتوا معانا بالفيديو بتاعنا النهارده، واحنا بنتمشى في وسط الطبيعة كده ونشوفوا الأجواء الساحرة معانا هنا كده في الأرياف. بصراحة حاجة جميلة جدا، يعني اللي في المدينة ما يعني محروم من الجو الجميل ده بصراحة. يعني أي حد في المدينة بيبقى محروم من الجو الجميل ده. هنا طبعا زي ما احنا شايفين الجو أكتر يعني من روعة، جو ساحر، جو ساحر. ما تنسوش بقى يا جماعة دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد أول بأول في وسط الجمال وفي وسط الطبيعة الساحرة اللي احنا عايشينها مع بعض. يا رب الفيديو بتاعي يكون يعني نال إعجابكم، وشوفوا يعني أي مكان عايزين نصور فيه بعد كده إن شاء الله بإذن الله نعمل لكم فيديوهات حلوة. تابعونا أول بأول على قناة يوميات محمد وهي، وإن شاء الله بإذن الله نعمل لكم فلوجات ويعني فيديوهات جميلة جدا هتعجبكم إن شاء الله بإذن الله. دي طبعا يعني يا جماعة يعني حاجة نظافة يا جماعة، حاجة نظافة. بس لو في رش طبعا أصحاب الأراضي دي بيبقى في رش طبعا للحاجات اللي بتطلع الزرع اللي هو الحشيش اللي بيطلع اللي زي ده كده على الطريق، بيموته. يعني لو في رش يموته بدل ما الحاجات دي ترجع تكتر تاني وترجع تربي زواحف وحشرات ضارة تاني. فطبعا احنا عايزين المكان يبقى نضيف، يعني مفيش فيه الكلام ده. فطبعا لو صاحب الأرض بيرش زرع، يعني يرش ضد الزرع الضار اللي بيطلع، رش بيموته طبعا ما بيخلوش يطلع. تفضل المكان يعني نضيف قدام منك، والمكان واسع والمكان حلو ما يضركش في حاجة. شوفوا يا جماعة يعني بصوا لما يكون المكان نضيف زي المكان اللي قدام مننا ده كده، مفيش فيه زرع، مفيش فيه أي حاجة ضارة، عشان طبعا الحاجات دي بتربي زواحف، بتربي حاجات مش لما يكون المكان نضيف زي كده صراحة بتلاقي القعدة جميلة جدا. زي ما احنا شايفين قعدة في منتهى الجمال وقعدة في منتهى الروعة. مكان سياحي يا جماعة، مكان سياحي. الأول ما كانش الكلام ده كده، الأول كان كل دي كانت زبالة. الأول كان كل دي مليانة زبالة، الناس بترمي فيها زبالة وشجر وحاجات مبوظة الدنيا. إنما دلوقتي زي ما احنا شايفين المنظر أكتر من رائع، منظر روعة، منظر ساحر. عايز ايه أكتر من كده؟ طبعا البلد بتاعتنا يا جماعة احنا لفينا طبعا من الأرض ورجعنا من طريق تاني. طبعا مدخل البلد بتاعنا مدخل تاني طبعا زي ما احنا شايفين. جو جميل، جو ساحر وساعة بس بصراحة يعني تحس بالمتعة كده. تقل على نفسك واطلع اتمشى، يعني اخرج من الجو الاكتئاب اللي الواحد بيكون فيه
هتعيش جو اجواء رائعه، اجواء جميله جدا في وسط الطبيعه وفي وسط الحاجات الحلوه دي. مش هتخسر حاجه يعني، مش هتخسر اي حاجه. ايه رايك يا كريم في الكبريت ايه؟ يا كريم، في الفسحه اللي انت اتمشيتها دي، ايه رايك في الطبيعه والجو الحلو ده؟ حلو. مم. وايه ده؟ ساقع؟ طبعا حلوة. اه. نمشي في كريم عايز يقول لكم الحته يعني زباله والطريق دي، لا سيبك من البتاع دي بس. الاراضي يعني التمشيه في الاراضي وحشه؟ حلو. جميله؟ اه. جميل. هو طبعا عايز يقول لكم يعني الطريق مش حلو والكلام ده، لا يا جماعه، ده طبعا ده كل ده كان اللي كان في قلب الترعه، الزباله اللي انا بقول لكم عليها اللي كانت في قلب الترعه، لان كل ده طالع من قلب الترعه التنظيف بعد ما الترعه اتبطنت. كل الزباله دي اللي كانت في قلب الترعه، عشان كده انا بقول لكم كان المنظر الاول ما كانش حلو، انما دلوقتي المنظر بسم الله ما شاء الله. هنشوف كل الزباله اللي احنا شايفينها دي اللي على الطريق دي، ده الاكياس والكلام ده كله، كل ده كان بيترمي في قلب الترعه، انما دلوقتي خلاص نظافه اهي، نظافه، مفيش الكلام ده دلوقتي اهو. بسم الله ما شاء الله نظافة. حتى بص يعني اصحاب البيوت اللي قدام الترعة هنا ما يتأذوش، يعني قاعدين في جو نظيف، جو جميل كأنه قاعد في الساحل الشمالي. جو جميل جدا، نفس حلو، مفيش ريحة وحشة، كل حاجة كويسة. بصراحة المشروع جميل جدا والمنظر أكتر من رائع بصراحة يعني. يعني صاحب البيت ده لما يقعد كده مثلا، يقعد في بلكونته، يقعد في أي حاجة، هيطلع يعني بص هيتمتع بالجو الجميل والجو الساحل. هيتمتع بالجو الجميل والجو الساحل، عكس طبعا مكان الاول كان كل ده زباله. كان كل ده زباله يا جماعه، الزباله اللي كانت على الطريق كان كل ده في قلب الترعه. دلوقتي كل ده اتنضف يا جماعه، كل ده اتنضف خلاص. خلاص ما عادش فيه الكلام ده، ما عادش فيه الكلام ده. طبعا يا جماعه المدرسه اللي في الوش دي مدرسه كريم وعمر. مدرستكم فين يا كوكو؟ ده فقر. مدرسه كريم وعمر يا جماعه. يا فقر عشان انت ما بتحبش تروح المدرسه، عيل فاشل، انما الشاطر هو اللي بيحب يروح المدرسه، هو اللي بيحب التعليم ويحب المدرسه. انما الفاشل لازم يقول ايه؟ مدرسه فقر. لا على عمر، عايز يفضل قاعد كده. مش عارف ليه يا جماعه، انا حاسس يعني اجازه نص السنه، حاسس ان هم قاعدين بقالهم 3 سنين بياخدوا الاجازه نص السنه يجي 3 4 شهور. امال لما بيروحوا امتى؟ احنا على ايامنا اما كنا بنروح المدرسه على ايامنا كان يجي اجازه نص السنه هم اسبوعين بالظبط ناخدهم، وبعد كده المدارس بتبدا. ما كناش بنقعد الفتره دي كلها، ده هم قاعدين بقالهم شهرين. عمرها ما بتحصلش الكلام ده يا جماعه. مش عارف في ايه بالظبط. على ايامنا كان نص السنه اسبوعين بالظبط، 15 يوم والترم التاني يبتدي. انما دلوقتي العيال قاعده بقالهم قد ايه؟ بقالهم فتره كبيره جدا. ما كانش الكلام ده بيحصل على ايامنا. وكمان يعني في اجازه اخر السنه تحس انها بتخلص، يعني برضه بياخدوها فتره طويله برضه. اخر السنه مزاجهم حلو يعني، متعلعين ومزاجهم حلو. طبعا يا جماعه دي المكنه تانية، طنبوشه تانية. شوفوا يا جماعه الجو الساحر والجو الطبيعي. اجواء روعه يا جماعه. كده احنا بقى دخلنا البلد، ونروح بقى لمقر العوده تاني، ونروح تاني ايه للبيت. خدنا جوله كويسه جدا في الارض زي ما احنا شايفين.
شفنا اجواء جميله، شفنا الزرع، شفنا المنظر الحلو اللي قدام مننا، منظر الترعه بالشكل الجميل والنظافه الحلوه. بصراحه حاجه كويسه جدا، حاجه في منتهى الجمال، حاجه في منتهى الجمال. ما تنسيش بقى دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناه، صح يا كوكو؟ عشان ايه؟ تشوفوا فيديوهاتنا اول باول. خلصنا ولا لسه؟ طبعا يا جماعه دخلنا البلد، وده اول بقى ايه ترعه زي ما احنا شايفين. ادي منظر الترعه يا جماعه طالعه من هنا. طبعا عندنا في الدول في البلد هنا مردومه فيها مواسير، انما طبعا هي بقت جميله بسم الله ما شاء الله، حاجه في منتهى الجمال. امال دي ايه؟ حديقة صاحبها عاملها يعني شكلها حلو. أنا سمعت يعملون في حفلة المسابقة الكبيرة. متنسوش يا جماعة دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. كده انا جبتلكوا كل الأحداث أول بأول، كل حاجة أول بأول. كده يا جماعة مقر العودة بتاعنا تاني. شوفوا أنا لفيت اللفة دي كلها وأعرفكم مكان ما احنا يعني كنا ماشيين من البداية. عملنا صواريخ. لفينا لفة كاملة، لفة كاملة حوالين الأراضي لحد ما رجعنا البلد، ورجعنا لنقطة الصفر تاني. بداية من عند الجامع اللي قدام مننا ده، كنا بادئين من هناك كده ولفينا من هناك ورجعنا تاني من هنا. طبعا ده يا جماعة صالة جيم البلد عندنا، حاجة روعة وحاجة جميلة جدا. طبعا هنا بقى ساحات فاضية، الساحات الفاضية دي كلها زي ما انتم شايفين ناس بقى بيربوا فيها مواشي، بسم الله ما شاء الله خير. طبعا أغنام وبقر وكلام من ده، فبيستغلوا الفرصة طبعا زي ما احنا شايفين. يعني خير الأرياف والحاجات اللي هي الحلوة دي طبعا زي ما احنا شايفين، حاجة في منتهى الجمال وحاجة في منتهى الروعة. وأتمنى طبعا الفيديو بتاعي يكون نال إعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، قناة محمد وآية. وأشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ألف سلامة.